السلام عليكم جميعا. تعالوا نعمل كفتة مشوية لكن في الفرن بطريقة خفيفة ولطيفة. معانا كيلو لحمة مفرومة، هنحط فيه حوالي هيبقى تلته برضو فيه دهون شوية عشان الكفتة تمسك مع بعضها. ومعانا ملح وفلفل وبودرة بصل، وعندنا 5 بصلات الموجودين قدامنا دول هناخد منهم 3 بس نحطهم على كيلو اللحمة المفرومة. البصلتين التانيين بنفرمهم عادي ونحطهم في كيس بلاستيك للتخزين، علشان كل مرة لما نشيل حبة كده على جنب تنفعنا في طبخة تانية. وبعد كده زي ما انتم شايفين بنفرم ال3 بصلات فرم ناعم علشان الكفتة، والكيس ده فيه فرم اللي هو البصلتين للطبخ العادي، يعني ممكن يتعمل بيهم اي طبخة بعد كده. بعديهم نص معلقة ملح وبنشيلهم في الفريزر، دي بتسهل علينا في وقتنا. ومعانا نحط بقى المقادير. نحط اللحمة المفرومة وعليها كل المقادير نجمعها. دايما اللحمة المفرومة بختارها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني بيكون فيها تلتها دهون تقريبا، يعني بس هي الواضح من شكلها ان دهونها مش كتير خالص، يعني يمكن في حدود التلت. بس هي مهمة جدا عشان تماسك الكفتة وعلشان تدي طعم الكفتة المشوية بعد كده. عندنا الملح وفلفل وحبهان مطحون وكزبرة وبودرة بصل. وبودرة البصل بتعلي التيست، احنا حاطين بصل بس بتعلي التيست شوية. بعد كده بنضيف معلقة البقسماط والبيضة، طبعا بنفتحها لوحدها عشان ما يكونش فيها اي حاجة، ممكن تكون بايظة ممكن تكون قديمة ممكن كده. المهم بنفتحها برضه عشان نتأكد بره عشان ما تبوظش الخلطة اللي احنا عاملينها، ونخلطهم كويس مع بعض. احط البصل المفروم ناعم، طبعا كالعادة بنجيب الكيس او الجوانتي البلاستيك وبنفرك الخلطة كويس عشان التتبيلة تدخل في بعضها مع البصلة مع كده، علشان التتبيلة ما تتراكمش في حتة وتسيب حتة تانية. وبعد كده بنجيب صينية ندهنها بزيت، حبة زيت صغيرين، ونبدأ نصبع الكفتة الحجم اللي انتي عاوزاه. يعني انا بعمله بالحجم ده بيبقى سهل شويه في السوا وبيبقى على طول. عايزه تكبريها، في ناس بتعملها على معلقه خشب وتبقى كبيره طويله كده، بس انا بفضل انها تكون صغيره كده علشان يعني اللي عايز يعملها ساندوتش يعملها، اللي عاوز ياكلها مع رز مع مكرونه، يعني يفضل حسب طبعا كل واحد بيحتاج ايه او يحب ايه. وهي ما بتاخدش يعني من نص ساعة لساعة الا ربع في الفرن. آه، يعني كل فرن طبعا بيختلف، بس هي على الحرارة 200، ونوشها بس يحمر أول طبقة، وبعد كده نقلبها تبقى على وشها الناحية التانية. هتطلع لنا بالصورة دي. نكون محضرين بولة صغننة كده فيها حبة زيت، ومولعين فحمة صغيرة من المربعات الصغيرين دول، ومجهزين ورقة فويل نحطها كده على طول ونقفل بالورقة الفويل. هتدينا ريحة الكفتة المشوية بره بالظبط. يا رب تكون فكرة جديدة عجبتكم، نقدر نقدمها مع مكرونة أو رز أو نعملها سندوتشات زي ما يعجبكم. وبالهنا، تمنياتي ليكم بحياة سعيدة.